ازيكم يا احلى بنات في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده حابه اعمل معاكم ريفيو عن الفيك نيلز بتاعه ابو يوسف. هو عامل يعني نوعين، نوع مط ونوع كات اي، وكمان في رسومات. بصراحه الاتنين حلوين جدا، الاتنين شيك قوي في الايد. يعني خليني كده اوريكم الفينش بيبقى عامل ازاي. طبعا انا سايبه الضافر ده عشان اعمله معاكم. بصي يا ستي، انت مش محتاجة تجيبي اي حاجة معاه غير الجلو ده بتاع ماكس بون او الصاروخ. بس الافضل طبعا الجلو ده، لان الجلو ده بيخلي الضوافر ستيكي قوي وماسكة جدا في الضافر، فممكن تقعد معاكي يعني اراوند الشهر. يعني ممكن تقعد معاكي فعلا اكتر من شهر، لان الماتيريال بتاعت الضوافر حلوة جدا، شكلها شيك، وكمان الجلو ده هيثبتها اكتر واكتر. تمام. هما طبعا كاتبين ان انت ما تستعمليش حاجه، بس لا يا جماعه، انا استعملت الضوافر بالستيكي بتاعتها، اللي هي اللي بيبقى فيها زي حاجه كده، بتشيلي دوت وتلزقيه لمده 15 ثانيه، تفضلي ضاغطه عليه كده. وبعد كده هو خلاص بيكون ثبت. فيعني جربت كده وعملت كل ضوافري من غير الجلو ده. لا، من تاني يوم وقعت مع المية، مع الاستخدام اليومي. لا بصراحة ما كانتش يعني فعالة معايا. فلا، لازم جدا تستعملي الجلو او الصاروخ، بس الافضل الجلو ده بيخليها ستيكي قوي على ضوافرك. تمام. هي بقى علبة الضوافر بيبقى فيها كل حاجة، بيبقى فيها دوت ده كذا حاجة في بعض، اللي هو الزقاقة الخشبية ديت. تمام. وبيبقى فيها المبرد، وبيبقى فيها زي اللي هو يعني فيها كحول، منديل كده فيه كحول. تمام. احنا طبعا الاول بنزق بالزقاقة الخشبية دي الكيوتيكل كده، ولو يعني الكيوتيكل زقتيها وطلعت الاطراف يعني عالية قوي، طبعا شيليها بالقصافة. تمام. وبعد كده بتمسكي المبرد ده وتخشني. لازم تخشني طبعا طبعا طبعا، ضروري جدا تخشني علشان الضافر يبقى ستيكي قوي وماسك في الضافر الاصلي بتاعك كويس جدا جدا جدا. وهتبدأي طبعا ان انت تعملي كده كده. اوكي. وتخشيني حلو في كل الجوانب. وبعد كده بتفتحي المنديل ده وتنضفي كويس قوي كده. وتبدأي بقى ان انت تشوفي المقاس المناسب على الضافر هنا. انا عملت ميكس ما بين الفلفت ده وما بين الكات اي، بصراحة كان شكله لذيذ عجبني. بفكر احط مثلا فين اللي انا كنت ماسكاه. بفكر احط حاجة من هنا. تمام يا جماعة، انا لقيت الضفر اهو. هعمل ده، بتشيلي الستيكي ده كده بالشكل ده، وبعد كده تجيبي الجلو وتحطي الجلو عليه هو. اوكي كده. بعدين ترجعي تلزقي بسرعة جدا على الضافر، وتفضلي ضغطة عليه لمدة 15 ثانية زي ما هما كاتبين. بس وبكده هو لزق خلاص. ضروري جدا بعد ما تحطي ضوافرك تحطي كل الضوافر على ضوافرك الأساسية، تقعدي يعني مدة ساعتين. ما تحطيش ايدك في مية سخنة خالص، تجنبي المية تماما. علشان التركة دي مهمة قوي، عشان تفضل الضوافر ثابتة على ايدك.
يعني عايزه اقول لكم حرفيا ممكن بالتريكس ديت تقعد معاكي فعلا اكتر من شهر. الصمغ ده او الجلو ده قوي جدا، والماتيريال بتاعت ابو يوسف حلوه قوي. فلا هتقعد معاكي فعلا اكتر من شهر. جربيه وقولي رايك ايه. انا حبيته لانه سريع، وكمان مش بيخشن الضافر جامد زي ما بنعمل في الهارد. والهارد بتحطي اكتر من طبقه، لكن في الفيك نيلز ده انتي تخشينه خفيفه جدا، وبتحطي الجلو وبتحطي الضوافر وبس كده ثبتت معاكي. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك واشتري سبسكرايب. شكرا جدا، وقولي في الكومنتات بجد حابين نجرب ايه تاني. باي باي.